أنا أريد أن أزيد الذكر عن معاناة الكرد الفيليين. يعني طبعا الأساتذة اللي قبلي هم أشاروا يعني سواء في المحور الأول أو المحور الثاني عن معاناة الكرد الفيليين، حيث تم اقتلاعهم من جذورهم العراقية وإبعادهم إلى ما وراء الحدود ومسح هويتهم وسلب حقوقهم الإنسانية والوطنية والقانونية. ممارسات شوفينية كانت السبب الأساس لاستهدافهم، لأنهم يمثلون حلقة وصل أساسية في بناء النسيج المجتمعي العراقي من حيث انتسابهم القومي والمذهبي ودورهم الرائد في بناء الحياة الحضرية والمدنية في العراق الحديث. هذه الممارسات الشوفينية مع الأسف لا تزال مستمرة، ولعل أقرب مثل على ذلك هو ما تعرض له الكرد الفيليون في بغداد والمناطق الجنوبية الأخرى على إثر الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، وكادوا أن يكونوا ضحية لقرار ليس لهم فيها لا ناقة ولا جمل، بحكم أنهم هم عايشين في جغرافيا خارج جغرافية الإقليم. فعلى الرغم من مرور 19 عاما على سقوط النظام البائد في العراق، إلا أن ملف الكرد الفيلي لا زال مهمشا وحقوقهم المسلوبة لا زالت مهضومة، ومصير أبنائهم المغيبين لا زال مجهولا، في حين لا يزال الكرد الفيليون في مناطق تواجدهم تحت تهديد الجهات الشوفينية والمتعصبة. تكلم ما هي الأمة الديمقراطية، يعني من منظور شنو هي الأمة الديمقراطية؟ هي الوحدة في التنوع والتعايش الطوعي. نظرية الأمة الديمقراطية تنظر إلى المجتمع على أنه عبارة عن كون، وهذا الكون يتألف من تشكيلات مختلفة، وجميع هذه التشكيلات تمثل بعضها البعض. والمجتمع حسب نظرية الأمة الديمقراطية وترابط بين الكل والفرد، فالكل بلا فرد لا يمكن أن يكون، ولكل فرد خصائصه الذاتية. وفي الوقت الذي يتم فيه تغييب الهويات، فإن نهج الأمة الديمقراطية يؤكد أن القضايا يجب أن تحل من قبل الشعوب نفسها دون فرض الحلول من الخارج، وترى أن الهويات الموجودة هي هويات متآلفة وصديقة يمكن العيش السلمي بين كافة المكونات القومية والثقافية والاجتماعية في العراق معا. ومن المبادئ الأخرى المهمة التي يستند عليها نظام الأمة الديمقراطية هو بناء مجتمع منظم وحر تحظى فيه المرأة أو يحظى فيه المرأة والشبيبة بدورهم الطليعي. وحتى إن كانت هناك بعض الحلول التي طرحت من قبل بعض القوى السياسية للتقسيم، ولكن وفقا لهذا النهج أي نهج الأمة الديمقراطية، فهو بعيد كل البعد عن أي حل تقسيمي أو انفصالي. تشير كافة المعطيات بأن العراق هو البلد الأكثر انفتاحا لهكذا حل. خلاص. ولأسباب عديدة، منها وجود العشرات من الهويات الإثنية المختلفة والأديان واللغات والمعتقدات والمذاهب التي كانت تعيش ضمن علاقات أخوية متبادلة وتعايشت بسلام إلى درجة معينة رغم قمع وتوجيه بعض العناصر العنصرية القومية الفاشية التي كانت تدار من قبل الطبقات الحاكمة. عندما نتحدث حقيقة عن وضع اليزيديين بعد 2003 من حيث المعاناة والمأساة والتأميش، حقيقة ساعات لا تكفي، ولكن نختصرها في دقائق وأسطر. قبل الحديث عن وضع اليزيديين بعد 2003 لنرجع خطوة عن الوضع قبل 2003. كالعادة كانوا مهمشين ومن جميع نواحي الحياة الخدمية والإدارية والسياسية والاقتصادية في بلد الثروات الطبيعية والأراضي الخصبة والملائمة للعمل فيه صناعيا وزراعيا وقابل للتطورات واستخدامها أفضل استخدام للعيش الذاتي دون الحاجة إلى استيراد أو اللجوء إلى مناطق أخرى. ولكن للأسف التهميش أثرت سلبا على حياة المواطن في مناطقنا. 2004 نص في المادة 6 منه تتخذ الحكومة العراقية خطوات فعالة لإنهاء آثار الأعمال القمعية التي قام بها النظام السابق، وهذه المادة لم ترحل إلى الدستور الدائم، بالتالي التعهد أصبح في أدراج الرياح. في عهد الحكومة الانتقالية صدر قانون الجنسية رقم 26 سنة 2006، إلا أنه هذا القانون تضمن تناقضا ظاهرا في بعض أحكامه وعيوبه الصياغية والتشريعية، وجاءت نصوصه مختصرة في 23 مادة فقط، وترك هذا التشريع الباب مفتوحا لمعالجة الكثير من الأمور في تعليمات تصدرها وزارة الداخلية، مما يعد نقصا كبيرا ويؤثر سلبا على استرجاع حقوق المواطنة. وجاءت تعليمات وزارة الداخلية
بصدد تنفيذ هذا القانون شروطا مشددة لإعادة الجنسية إلى المكون الفيلي. من باب هذه الشروط إثبات محل الولادة والرعوية السابقة والأصل الانتماء العشائري وإفادة 3 شهود وصورة القيد لعام 57، وهذا مخالف للمادة 18 من الدستور وذاته لقانون الجنسية العراقية رقم 26 سنة 2006. ويعني مو بس هاي، همين اكو تبعات اخرى صدرت لكنها لم يستفد منها الكرد الفيليون، مثل قانون مؤسسة الشهداء، قانون مؤسسة السجناء السياسيين، قانون المفصولين السياسيين. هذه القوانين لم يستفد منها الكرد الفيليين لأنها جيرت لفئات أخرى وبالتالي ضاعت مظلوميتهم. أما بشأن المناطق الفيلية المحرومة لا زال الإعمار لم يطلها ولم يتم رصد تخصيصات مالية لها، أسوة بتأهيل وإعمار المناطق المتضررة جراء العمليات الإرهابية، حيث تم تأسيس صندوق إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وصندوق إعمار الديالى، لكن لم يباشر بتأسيس صندوق لإعمار المناطق الشرقية المحرومة. الجدير بالذكر بالملاحظة أن العملية السياسية وتوازناتها منذ تشكيل الحكومات العراقية والرئاسات الثلاثة بعد 2003 لم تنصف المكون الفيلي في استحقاقاته الدستورية، وتتعرض إلى الإهمال والتنكيل والشد والجذب بين الكتل السياسية في محاولة لكسب أصواته في المواسم الانتخابية فقط.